دفعنا أننا نتكلموا على التكوين. الجامعة الجزائرية اليوم انفتحت، وسعت حتى فرص التكوين عبر ولايات وملحقات. فالرهان الكبير اليوم هو العدد الكبير من الممارسين اللي راه اليوم حاليا اللي راه موجود محليا في كل الأوساط. يعني لما نتكلموا على خريجي الصيدلة في السنوات الماضية كان عندنا معدل 2000 إلى 2200 متخرج سنويا. الآفاق 2029 سنتجاوز 5000 متخرج سنويا. يعني التزايد راه تزايد كبير، ولذلك فهذا المورد البشري يجب أن يضبط هذا العدد أو يحتوى هذا العدد بطريقة أخرى بحسب المتطلبات، وكذلك بحسب المهن اللي هي متوفرة. إذا كان فيه مهن غير موجودة يجب أن تدرج، إذا كان فيه مهن يجب أن تحدث أو تطور يجب أن تطور. لذلك من الضروري أننا نوازن بين ما هو مطلوب وما هو قادرين أن نقدمه، خاصة وأن العالم يطلب الآن الكفاءة الجزائرية. نشوف أن دول العالم تفتح أبوابها وتطلب هذه الكفاءات. كيف يمكن الاستغلال الأمثل لهذه